اهلا اهلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده تتبيله حلوه جدا للفراخ المشويه. هتعتمديها سواء على الفحم او في الفرن. انا كنت بصراحه ناويه اعملها على الفحم، بس حصل ظروف كده اضطريت ان انا اسويها معاكم في الفرن. قبل ما نبدأ ما تنسيش تحطي لايك للفيديو، سبسكرايب لو انت جديدة، وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انزله. عندي هنا كوباية زبادي، وقرن فلفل حامي، وقرن فلفل سبايسي، فصين توم، بصلاية وطماطماية، ملح وفلفل، معلقة بصل بودر، ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة، معلقة سماق، معلقة كركم، ومعلقتين معجون صلصة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هجيب طبعا الخلاط بتاعي وهنزل بكل المكونات دي كلها في الخلاط. جربوا الطريقة دي، هتعجبكم جدا جدا وهتعتمديها في كل مرة تعملي فيها فراخ مشوية. بس بجد يعني عشان ابقى صريحة معاكم، وهي بتبقى طعمة جدا 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 في لما تشويها على الفحم. هنيجي بقى هنا هعصر ليمونة بالشكل ده كده. طبعا انا نزلت الخضار والتوابل. هنزل بقى عليهم بحوالي كده معلقة صغيرة مش كبيرة من العسل، عشان انا مش بحب اللي هو سويت اند ساور، الطعم المسكر كده مع الاكل. فبنزل بمعلقة صغيرة كده، ان هي العسل بيديه طراوة وبيديه لون كده ولمعة حلوة جدا في الاخر. هنزل بحوالي معلقتين من الخل. طبعا كل التتبيلة دي تبقى في الخلاط، لو عايزة تفرميها في الكبة مفيش اي مشكلة، بس هو الخلاط بينجز معانا وسريع. هنزل بحوالي برضو ربع كوباية من الزيت. طبعا انا عارفة المقدار فبحط كده بالبركة بتيجي معايا. وهنزل بمعلقتين من معجون الصلصة. ما عندكيش صلصة ممكن تستغني عنها خالص وتحطي كاتشب، ما عندكيش كاتشب خلاص مفيش اي مشكلة، ما توقفيش نفسك. هنزل بكوباية الزبادي. طبعا الزبادي بتديني طراوة جدا للفراخ بتاعتي وتخليها لي جوسي. بس كده خلاص، هي ديت الوصفة بتاعتنا النهاردة بكل تكاتها والتتبيلة بتاعتنا. هنضربها كويس جدا. بصوا بقى، انا بحب جدا شوي الجناحة. يعني لو الفراخ كده بتاعتي ما فيهاش عظم بحس ان انا ما اكلتش فراخ خالص، فبحب كده اجمع الجناحة واشويها او احطها بقى في الفرن. اهي الخلطة بتاعتي هنزل بيها كده كلها. طبعا التتبيلة بتاعتي دي طبعا تكفي يعني كذا حاجة او عدد كبير او كمية كبيرة. بس يعني انا حبيت ان انا لما اعملها في الفرن يكون في جوسي كده منها. طبعا الجلافز كبير على ايدي شايفين ازاي، فانا هضطر ان انا امسكه كده لحد ما اقلبهم كويس جدا وامزجهم مع بعض. انا لما بحط الفراخ بقى على الفحم، التتبيله اللي بتتبقى بحطها بقى في علبه تلاجة، بحطها في الفريزر. لما احب اعمل تاني يعني في فتره قريبه، فبطلعها بتفك وبحطها بقى على الفراخ تاني او على اي حاجه انا هشويها. هتقعد معايا لفتره طويله، خلاص انا بضطر بقى ان انا ارميها. هقلبها كويس جدا. طبعا في جناحة كده بتتباع برضو عند الفرارجي، بتقولي له انا عايزة جناحة على طول. وطبعا لو انت بتعملي زي كده، بتجيبي الفراخ بتاعة الشهر وبتخليها وبتقسميها، بيفضل معاكي، فبتبقى حلوة جدا جدا، وبتعمل معاكي كده وجبة وبتخلص معاكي وبتنجز وبتعدي اليوم، وبجد طعمها روعة. انا قلبتها كويس جدا. هبدأ كده ان انا اغلفها بالستريتش راب،
وبقى بتسيبيها ممكن من ليلة كاملة، من بالليل للصبح، وممكن لو انت مستعجلة عليها 3-4 ساعات. طبعا انا في الوقت دوت فحبيت ان انا اشويها بقى على الفحم، بس حصلت بقى ظروف، وطبعا جوزي هو اللي بيقف بقى عشان يشويها، فهو ما كانش موجود، فاضطريت ان انا ارصها بقى في صينية وندخلها الفرن مع بعض. طبعا بتديكي نتيجة هايلة جدا برضو في الاخر، بس انا بحب طعم الفحم كده فيها. اهي تمام بعد ما قعدت معايا فترة كبيرة او من بالليل للصبح، هبدأ كده اخرجها من البولة بتاعتها وهرصها في الصينية. شايفين هي منزلة العصارة بتاعتها ازاي وشاربة من التتبيلة. وكمان نسيت اقول لكم ان انا عملت تشريحات كده في الجناحة بتاعة الفراخ. تمام انا رصيتها كده في الصينية، رصيها كده رصة شيك علشان تبقى معاكي شكلها حلو جدا، ولما تيجي تخرج من الفرن يبقى ليها شكل كده ايه ونظام حلو. طبعا التتبيلة بتاعتنا دي مش هنرميها ابدا، هنحطها بقى فوق الفراخ علشان لما تدخل الفرن تعمل لنا جوسي كده وعصارة حلوة كده جدا. لو هتقدميها مع رز، انا عملت معاها رز اصفر، كنت عاملاه معاكم قبل كده مرة في القناة، يعني اللي حابب الوصفة ممكن يرجع لها. هجيب بس سباتولا عشان اعرف ان انا انزل كل كده ايه ذرة من التتبيلة. نتعود مع بعض ان مفيش حاجة تترمى، علشان احنا في زمن يعني كل حاجة فيه غالية، فيعني نراعي بقى ان ايه الحاجات دي بفلوس. احط كده من التتبيلة فوق الفراخ علشان لما تستوي بتبقى شكلها تحفة جدا. هجيب بقى ألمونيوم فويل وهغلفها كده من فوق، بحيث ان البخار اللي هيطلع ينزل تاني على الفراخ ويسويها. مش بتاخد معاكي وقت نهائي في الفرن، يعني حوالي ايه 10 دقايق ربع ساعة كده، وبتشيلي الألمونيوم فويل وتشغلي عليها الشواية تاخد لون من فوق، وبتقدميها بألف هنا وشفا. همسح بس كده الحروف علشان لما اجي احطها تحت الشواية ما تتحرقش مني ويبقى شكلها مش لطيف. هغطيها بالألمونيوم فويل بالطريقة دي. بالشكل ده كده، واقفل عليها من الجناب كويس علشان ما تطلعليش البخار. بالشكل ده كده هي كده تمام جاهزة معايا ان انا ادخلها الفرن. طبعا هدخلها الفرن درجة حرارة 180. طبعا فدخلها في الرف اللي هو اللي تحت الوسط بالظبط علشان ما تتلسعش مني. وده كده شكلها بعد ما خرجت. شايفين قد ايه هي منزلة جوسي كده ولونها تحفة ازاي. الكركم كمان مع الصلصة عامل لنا كده لون حلو جدا. هدخلها بقى تحت الشواية بقى تاخد لون بالشكل ده كده. طبعا بقى بتحبي تاخد اللون اللي انت عايزاه، ولو حابة ان هي تاخد اللون بسرعة ممكن تدهني وشها سمنة، تدهنيها او ترشي عليها كده ايه كام رشة كده من الزيت، بتاخد لون حلو جدا وبتاخده بسرعة جدا. انا بقى من النوع اللي انا بحب الفراخ تبقى اخده لون حلو، يعني مش اللي هي تبقى فاتحة. بحس ان الفراخ كده ما اخدتش لون خالص ولا شمت ريحة الشواية. بالشكل ده كده اول ما تاخد لون هنخرجها بقى ونقدمها بألف هنا وشفا. وده كده شكلها النهائي.
طعمها روعة جدا، شكلها حكاية وريحتها تجنن. ما تنسوش بقى لايك للفيديو، سبسكرايب لو انتي اول مرة تشوفيني، وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انزله. طبعا التصوير يعني الى حد ما ظالمها شوية، شايفين قد ايه هي مستوية. طبعا انا مش عارفة عشان انا ماسكة التليفون بايد وبعمل لكم بايد التانية. شايفين قد ايه هي مستوية ازاي، وطعمها تحفة جدا. شايفين من جوه روعة. جربوها بقى وقولوا لي رأيكم ايه، بيسعدني كومنتاتكم. ما تنسونيش في دعوة حلوة، وبشكركم على حسن استماعكم. تستاهل بقكم ازاي. مع السلامة.